قررت النهارده اكون رجل اعمال، وعشان كنت اكون قد الاختبار فعليا ان احسن الاختيار، وفي حاجه اساسيه ما اقدرش امشي من غيرها: شنطه فيرزاتشي مع برفانها القوي. تصدقت ولا ايه؟ على الكسفه اللي انت فيها يا بوكس فيرزاتشي، وبتيجي كمان معاه ازازه صغيره. دايما البوكس ده بيوحي بالفخامه. طبعا انا مش محتاج ان انا اتكلم عن فيرزاتشي. خامه، برفان قوي، جاذبيه عاليه. الرابط بتاعها تحت في الديسكريبشن للتعامل مع شركه امازون. اما زي ما انت قريت في العنوان، مش عارف انام، الحب جاب لي جنانهم، تعالي مش عارف انام، الحب جاب لي جنانهم. حلاوه البدايات، بعد كده هيجيلك تروما. بلاش نشقم الناس، خلينا متفائلين. اللي بعده حاجات انا وانت عمرنا ما جربناها. عليا النعمه عمره ما دخل بيتنا البتاع ده، ولا دقت دي برضه، ولا البتاع ده برضه، ولا البتاع ده. وايه ده؟ ده ايه ده؟ ولا النوتيلا برضه. حد هيستغرب دلوقتي. ومعرفش البلاك بيري ده ولا بلاك بيري، ايه ده؟ كان نوع تليفون ده اسمه ايه ده؟ مش عارفه، حاجه بيري بس معرفش ايه ده يعني. بس المهم انا عمري ما دقته بره. الحاجات الحرام دي ما تخشش بيتنا. اللي بعده ولا حمو جيل ولا حمو جيل ولا حمو جيل. ده ترند اتفخم في الحمونجيه، محتاج انا الفتره دي. اللي بعده مش عارف انام، الحب جاب لي جنانهم. ما تقولش ايه هديتنا مصر، قول هندي ايه لمصر يا حبيبتي يا مصر. اللي بعده حال الشباب في البلد. قوموا يا باشا. لا انا مش هشتري، انا عايز شغل. عاوز شغل ماشي ولا مالي؟ لا سنجاري يا خفيف. لو سمحت ماليش شغل عند حضرتك. امشي يلا بره بره. انت فاكرك ولا في الخضار؟ ايوه في الفاكهه. ما تفهمش في الخضار ولا في الفاكهه. اقول لك قول لي اعدي لك الرمان. هات الرمان بقى. بالنسبه للشغل انا اصلا يعني قالوا في شغلانه ابا ناكل منها عيش. الله يحنن عليك يا ابني. هتفرج وربنا يفرجها عليك من واسع ان شاء الله. قول يا رب. اللي بعده غوري بقى في داهيه عشان انت جبت لي الناهيه ضربت في قلبي. والله جدع البت دي. تقعد هتشتكي، تقعد تقول انا ما بحبوش وانا مش عارفه ايه، بس هي لسه بتحبه مع انها كانت كرهاه من شويه، لكن رجعت حبيته تاني. بكرهك لا بعشقك بعشقك. اللي بعده انا عايزه الفرخه اللي بجرس، الجرسه اللي فيها فرخه اللي انت بتديها لي. منين؟ اني الشرقيه. احسن ناس والله. عايز ابقى اروح الشرقيه. انا وكبير خلاص بقى عشان مش حد يروح لنا، هنتفضح النهارده. عايزه الفرخه اللي بجرس، الجرسه اللي بيبقى فيها فرخه من فرخه بقرص. انا اسمع دايما عن قرص بعجوه، قرص بملبن. الجرسه اللي بيبقى فيها فرخه من جوه. روحها خفيفه البت دي، يعني ما خدتش الموضوع لما ضحكوا باساءه ولا كده. انا احب الشعب المصري. اللي بعده هنا يا جدعان اكبر مقوله للبني ادم لما ما يكونش بيحب حد وعايزه. بص حتى اللمسه ما بيبقاش طايقها، حتى بص الضحكه ما تبقاش طالعه من قلبه اصلا. بص بيبقى متجاهلها ويعملها اسوأ معامله، ورغم ذلك هي بتموت في دباديبه. صعبه قوي 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 لما تكون مع حد ما يحبكش. هي هنا كده بص، هي بتحبه وبتجري وراه، هو بص ولا الهوا ولا شايفين يا جدعان. بصوا بقى الفرق بقى لما كان بيحب واحده قبل كده، شوفوا الفرق بتاعه او شوفوا طريقته معاها كانت عامله ازاي. الراجل لما يحب حاجه ولما ما يحبش حاجه تانية خالص. والحب لما يكون من طرف واحد بيأذي جدا 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 الطرف اللي بيحب من قلبه. بيبقى عارف ان اللي قدامه ما بيحبوش، وبيبقى عارف ان هو لازم يرحل، وبيبقى عارف ان ده مش مناسب ليه، وعارف ان هو ده مش هيكمل معاه، وعارف ان هو مش ليه، ورغم ذلك مكمل. اكبر وجع للبني ادم اللي يكون حب من قلبه. في ناس هتاخد الموضوع ببساطه. انا اتكلمت عن الموضوع ده بطريقه مفصله اكتر على قناه تانية اللي هي بينزل عليها محتوى وثائقي بيكون علمي جاي من مصادر موثوقه، فاتمنى تروحوا تشوفوا الحاجات دي عشان خاطر وقت الحلقه والناس اللي ما بتحبش الكلام ده. اللي بعد ما تاخديش الراجل المتجوز، مراته هتنكد عليكي، ولا المطلق هيحن ويقارن، ولا الارمل عايش على الذكريات، ولا العازب عيني زايغه. افضل راجل الراجل الميت. لا وكمان مش فاضي بيتحاسب. ما تغريش اي راجل وخليها عندها تروما من الرجاله. في بعض الستات او بعض بنات يكون عندهم تروما من شخص معين فيكرهوا الصنف كله. خلاص بقى كله زي بعض، مع ان ده اكبر غلط. بس ما علينا. اللي بعد ابو ليلى بالهدف التاني. انت عسل يا بنت عسل. اموت انا على اهل الاردن بس دمها خفيف قوي. اللي بعده ذوق اخويا في النسوان. الباشا منين؟ مش سيدة زينب بلد القنبلة بلد ال100 مليون دبابة.
اخوك بيحب الحرشين لكن احنا مش فاضيين اللي بعده. الناس فاكرين اني خاربها وبكح فلوس، وان انا متريش وعايشها وان انا محظوظ، وانا ايام السلك ضاربها ومن يومي منحوس. الضحكة اللي انتم شايفينها دي وراها كتير، انا بضحك قدامكم وبعمل نفسي اني بخير. المظاهر خداعة. اللي بعده. ايه كده كده يا بنتي؟ دي مكانتك. خدها ناله. انت بتوعني ليه؟ ايه هو ايه ده؟ انت بتوعني ليه؟ طب اوعي بس كده تعالى لي كده. مفترية دي. بتوعني ليه؟ يا بنتي انت عبيطه طب ولا هي مش مكانتك، انت ليه بتوعاني؟ دي مش مكانتي دي. خليك هنا بقى. ايه دي خليني خليك هنا. والمشعب انت بتتعالجي، والمشعب انت بتتعالجي. اللي بعده. خاينة. الأولانية دي على كرشها دي مش مهمة، دي محترمة وبنت ناس. أما التانية دي خاينة، التليفون فيه بلاوي فهي خايفة تتقفش، إلا من رحم ربي بجد الأجيال دي. اللي بعده. من يوم ما جيت هولندا وأنا أشتغل وأتعب وأقول يا رب الحمد لله، وهذا يقول لك أنت ما بتشتغل، وهذا يقول لك أنت أبصر شو، هذا أنت راتب الدولة. تعب السنين كله اللي اشتغلته سرقوا، ما ظل اقسم بالله. ما انا اليوم تحت الصفر، انا بدأت من تحت الصفر بنيت حالي، اليوم رجعوني لتحت الصفر. روح ربنا يكرمك ويعوضك خير يا رب. الغربه مش بالساهل على فكره، عشان الناس اللي تبقى ممكن تقول انت في هولندا ممكن تعملهم تاني في يومين، مش عارف ايه الموضوع، ما بيكونش سهل كده. الواحد لما بيكون خارج على بره هو عارف ان انا رايح اتمرمط. حلم ناس كتير وانا من ضمنهم. انا اتمنى اخرج بره مصر في اي دوله ان شاء الله اشتغل زبال، انا موافق، لكن عارف الموضوع مش هيكون بالسهوله والمرونه والدنيا تبقى جميله لا بالعكس، هتقابل عنصريه، هتقابل رفض كتير، هتتمرمط، بس انت مصر ان تعمل كده عشان خاطر ما قدامكش حاجه تعملها عشان خاطر المستقبل. لكن الموضوع موجع جدا اللي هو فيه، حتى لو هو بره وعمل قرشين فهو عاملهم عشان خاطر يتجوز. هو اللي بيتغرب عن بلده يا جدعان بيتغرب عشان خاطر يعمل حاجه، طالما في بلده مش قادر يعمل اللي في بلده بيشتغل بياكل ويشرب بيه بالظبط، يعني تاكل وتشرب بيه وخلص الموضوع عليك. فحسب الله ونعم الوكيل في اللي سارق، وربنا يعوضك خير يا رب. وتاكد ربنا ما بياخدش منك حاجه، عارف ان الكلام هيكون سهل قوي لما اجي اقوله لك، لكن تاكد ان ربنا هيعوضك اضعاف باذن واحد احد، واللي خلاك تعملهم هيخليك تعمل اكتر منهم، وان شاء الله ربنا يرزقك اضعاف ما بتتمنى انت وكل اللي زيك. اللي بعده. ولما سألت شات جي بي تي قال لي مراته بتزقه. شيل الفلتر الاول وبعد كده انزل. لا حول ولا قوه الا بالله. اللي بعده. الفرق بين قطوه الشارع وقطوه البيت. امسك وش هذا؟ عظم بروست. ايش تحسب يعني تونه؟ شو يعني تونه؟ الحقني جبت لك تونه. ايش؟ جبت لك تونه. تونه يا ملتف. قلت له تاكل انت اخوانك الصغار يا رمه، فاهم؟ انا بس جيب لي ستيك وسوشي، فاهم؟ ايش بك انت؟ ما اكل الاكلات هذه، قال لك تونه. وع لحجي. بالعافيه بالعافيه. والله بالعافيه. توني متعشي. والله سمبا حبيبي سمبا. دي قطط البيت فعلا الكلام تبقى شايفه نفسها قوي. انا ما بحبش القطط بالمناسبه، بحب الكلاب قوي على فكره عشان الكلاب وفيه. القطط غداره بنت متضايق ما بحبهاش. اللي بعده. بنت تكتب بح والولد يكتب بك، واللي يردوا على بعض يتعرفوا على بعض. ما تزعلوش مني، بح 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 بح، بك 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 بك، كل ده اي خدمة. بك 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 بك. عندك كم سنة؟ 17. يا سلام، حلوة قوي ومكسوف. وانت بقى عندك كم سنة؟ داخل 18. حلو ده. بحبك. هو انت تعرفني يا ابني؟ قولي وانا كمان، قولي وانا كمان، مفيش وقت والله. لا بس حبيتك، الكومنت بتاعك لمس قلبي. اقول ايه؟ قول بحبك. لا والله صدفة كده. في ارخص من اللبان بجد، طريقه التعارف ارخص ما يمكن في الكوكب. وانت كراجل ازاي اصلا احب واحد عماله تكتب يعني قدام في العلن، مش حتى رسائل على الانستجرام ماشي، لا ده في العلن. يعني ايه واحد طالع يقولوا كذا وكذا، هي بقى بتتعرف وتتعارف وتاخد وتدي. ازاي الراجل يقبل ده على نفسه؟ ايه الخرا اللي وصلنا له ده؟ فين اهالي العيال دي؟ اللي بعده. ده عينه من ده عينه من وانا عيني منك انت، وانت ارخص منك مفيش برضه، عشان بصل ده باصص لك وده شايفك وده شايف وده شايف وده شايف، رخيصه. اللي بعده. ده هنا واحد حب واحده يا جدعان فراح طابعها على جسمه يعني. ان هي الوفاء والامل، بس شكلها ما يديش كده يعني. بعد كده خلاها سواد خالص شال. اللي بعده.
شايفين هنا البت خافت بعد ما البطيخه وقعت على الارض، فكرت ان هم هيعاقبوها. بصوا بقى الاهالي اللي بتربي عيالها الصح، اللي تربيهم على الحب ما لهمش يكرهوهم، لان الحاجات دي بتعلم في مخ الطفل. بصوا هنا هي كسرتها اكتر عشان خاطر تطمنها يعني او تهديها، بعد كده اديتها حته وقعدوا ياكلوا منها. ده التصرف الصح. حبب عيالك فيك اهم حاجه. والله العظيم لو ربنا رزقك بطفل فربنا رزقك بكنز، سواء بنت او ولد، الاثنين واحد. فحاول دايما على قدر الامكان انك تديهم من وقتك وتربيهم صح، لان هم دول اللي هيخلدوا لك فيما بعد. عارف ان انت تبقى مضغوط نفسيا سواء الام او الاب، لان الحياه بقت ضغط وقرف على كله، بس صدقوني دي الحاجه الوحيده اللي محتاجه اهتمامكم بصدق وحبكم بصدق، عشان دول اللي هيشيلوكم لما تيجوا تكبروا. ما تجوش بعد كده تيجي تقولوا ده بصوا عمل كذا، او بص الواد بقى يعمل ايه، او بص ما من تربيته، عشان التربيه هي اللي هتخلف عائد بعد كده. زي الزرعه، شفت النخله بتاخد 20 سنه عشان تكبر او اكتر كمان. عيالك ربيهم بحنيه وحن عليهم وحبهم واسمعهم. لما يخطئوا خطا صغير زي البطيخه ده، ولا وقعت حاجه كسرتها او ايا كان، مش الدنيا اتشالت واتحطت وكاني عمل جريمه وتخوفه الطفل. هيطلع جبان، ولما يطلع جبان هيكون عنده عدم حريه التعبير، ولما يطلع عنده عدم حريه التعبير هيطلع انطوائي، ولما يطلع انطوائي هيخرس في اي قعده، وبالتالي هيبقى مكروه من اي حد، وبالتالي هيكون مهزوز نفسيا. لو بنت هتعرف واحد لو قال لك كلمتين حلوين هتبقى سمعتهم مني، انا عمري ما سمعتهم في حياتي، فهيبقى هو كل حاجه بالنسبه لهم. ممكن يكون مخادع وابن كلب ولعاب وكل حاجه، والعكس صحيح. ممكن الشاب، ده غير ان دايما المجتمع هيعنف الراجل باقصى طريقه ممكنه وبعدم رحمه، وهيبقى مطالب منه ان انت كده، انت مخلوق كده، لا يحق لك تزعل، انت ما عندكش احساس، انت ما عندكش مشاعر، انت تولع مشاعرك. مش هيكون حتى ليه الام الحنينه ولا الاب الحنين اللي يروح يشتكي لهم، اللي هيجوا يطبطبوا عليه، لا ده هيجوا يقسوا اكتر، هيجوا احنا قلنا لك وعدنا لك وسوينا لك ومش عارفه ايه وايه، ويأنبوا ويزيدوا في التأنيب اكتر. لما البني ادم بيجي لك وهو حزين ومنهار، هو مش منتظر منك ان انت تقسى عليه، مش منتظر منك انك تيجي عليه، هو منتظر يسمع منك كلام يريحه، يحس ان هو مش لوحده، مش ان انت تقسى اكتر وتعاند اكتر وتزيد في برودك اكتر. عمر ما كان البرود كاريزما، عمر ما كانت التناحه والكلاحه هقول عليك واو ومفيش منك اتنين وشخصيتك قويه فهنجذب ليك اكتر. بالعكس، فانت بتخسر جزء من مكانك. ولازم نحب بعض، ولازم لما نيجي نتعامل مع بعض نعامل بعض بود وحب بجد. لو انت بتربي طفل او واحده بتتفرج عليها دلوقتي وعندك طفل صغير، او واحد بيتفرج عليها وعندك طفل او طفله، حن على عيالك، عوضهم اللي انت ما شفتهوش. معظم الناس ممكن تقول ايه، ده فلان ده اكيد اهله مربينه وبص على الشعره، وهو اهله كان فاشخينه اصلا من صغره، بس الحياه اللي علمته. فقرر بدل ما يبقى سيء يبقى كويس ومحترم وطيب. ما تجيش تمر انت بحاجه مثلا وانت طفله كان اهلك بيعاملوك بيها، فتيجي خلاص حطها في دماغك انا هعمل عيالي هطلع هم مالهم، او الراجل انا اتحرمت من كل حاجه، ما احرم انا كمان ابني من كل حاجه، ما انا كمان هو احسن مني في ايه؟ لا بلاش تفكر بالطريقه دي. حبوا بعض وحنوا على بعض في دنيا قاسيه قوي وصعبه قوي، ومحتاجه ان احنا نهون على بعض مش نيجي على بعض. الدنيا جايه علينا بس كفايه، الدنيا جايه عليا وجايه عليك وجايه عليكي وجايه عليك انت كمان وجايه عليك انت كمان، جايه على كله بما فيه الكفايه. مش مستاهله ان احنا نيجي على بعض اكتر. صدقوني والله يا جماعه، يا عالم اللي قدامكم النهارده هيكون عايش بكره ولا لا. بلاش القسوه عمرها ما كانت كاريزما. موضه جديده ما نعترفش بغلطنا كده، احنا كاريزما عشان خاطر صفحه الفنون الرد العقليه لواحد قاعد بتيزه في البيت وقاعد عمال يعمل في صور عشان يجيب تفاعل، والناس مريضه نفسيا عشان كده وبتستنجد بالحاجه دي، فيبدا يطلع مرضه النفسي على شخص ملوش ذنب. اقفوا مع نفسكم واعملوا لاخرتكم، الاخره بقت منسيه على الاخر. البني ادم ناسي اخرته وناسي ان هو هيتحط في الاخر متر في متر. يا ويلك لما تبقى محطوط في متر في متر وتبقى ظالم وقاسي، واخد الموضوع تروما هزار، واخد كسر القلوب هزار، واخد انك تكسر بقلب بنت او شاب هزار، واخد انك ان انت تكسر بقلب عيالك وتربي فيهم الغل والكره والصفار وتكرههم في بعض، واخد ده كله عادي. يا ويلك من اللي واخد حقوق الناس، يا ويلك من اللي سافف قروش الناس، يا ويلك من اللي واكل ورث. اخرك متر في متر، والظلم ظلمات يوم القيامه. ويا ويلك لما يكون دعوه مظلوم مدعيه عليك، يا ويلك من ربك. ربنا العكس، فكرك هيعمل لك حاجه في الدنيا والله ابدا، اخر انبساط هتلاقيه، وهتعرف تنام كويس جدا، وهبص الحياه هتزهزها لك وتحس ان الدنيا ملكت الدنيا وبما فيها. ولكن عندك معاد كل نفس ذائقه الموت. فيا عالم اليوم اللي بيعدي عليك النهارده هيعدي عليك بكره ولا لا؟ يا عالم انا هكون عايش النهارده، يا عالم هكون موجود بعد كده ولا هموت؟ دي حقيقه مفيش منها، مفيش حاجه اسمها شر. الشر مش في الموت، بالعكس من احب لقاء الله احب الله لقاء. لكن صدقني الدنيا ما هياش دايما، وما هيبقى لك اللي عملك الطيب الكويس. ما بقولكش حد يكون بيغزك مثلا ولا حد بيديك على قفاك في شارع واقول لك قول له شكرا، لا ده حاجه ودي حاجه. انا بتكلم في نقطه تانية خالص، ده اسمه جبن ملوش علاقه بالطيبه والحنيه والكلام ده. فحبوا عيالكم وربوهم صح عشان تلاقوهم سند ليكوا وعكاز ليكوا لما تكبروا، ما تلاقوش كره منهم وان هم ما يبقوش عايزين. وكان الله في عون كل البشريه ويعوض كل واحد في الدنيا، يهدي قلوب الناس على بعض ويولف القلوب الناس على بعض، لان بجد الناس بقت صعبه في زمن صعب جدا، وكل ماذا بيزيد صعوبه. وكان الله في عونكم وعون الجميع. اشوفكم في فيديو جديد، ربنا ادانا طول العمر، في امان الله ورعايته. فيديو جديد خلص بس الاكشن لسه شغال،
يا عيلة محمد صبري رجالة في أي مجال. دوس لايك اشترك عشان الجاي زلزال. محمد صبري ده الدولة مفيش كلام يتقال. أشوف وشوشكم بخير سلام يا أبطال. محمد صبري وحش الكون.